إذا مساء الخير على ميكو في حلقه جديده من التحليل الاستراتيجي. النهارده الصراحه لقيت شويه عباقره كان لازم اطلعهم معايا الصراحه، وهم عباقره فعلا يعني مش بتريق ولا حاجه. تعالوا نشوف عملوا ايه. هو يعني الولد صحي الصبح قفشت معاه، انا هولع الاوضه ديت نار. دي رغبه يعني عاديه بتيجي عند كل الناس، خصوصا البنات اللي بتذاكر اليومين دول. يا اما بتبقى عايزه تتجوز ساري عربي وتقعد في البيت وكده، يا اما بتبقى عايزه تولع في الاوضه ديت نار بالملازم واللي فيها وكده يعني. فهي رغبه طبيعيه بتيجي عند كل الناس عادي. المهم ان هو راح مولعها نار فعلا الحمد لله. المشكله ان هو اتخض. يا نهار ابيض الدنيا ولعت نار. ده دليل على الندم، وهي دي الاحترافيه على فكره في كتابه السيناريو. يعني ساعات مثلا بتلاقي ايه القتل بعد ما قتل كده ايه تلاقيه بيندم وكده، ايه ده عملت ايه والجو ده يعني. فدي فعلا عبقريه والله ما بهزرش. ان هو هنا برضه عمل ايه؟ عمل تهويل الموقف عشان يفرش للنقله اللي بعدها. المهم هنا بقى ايه؟ ان هو نده على عبده. يا عبد بتاعي تعالى وقت الحاجه اللي معاك عشان تطفي النار. لو انا سمعت كويس هو بيقول ايه؟ يا عبده يا بتاع الهوا هات الحاجه اللي معاك وتعالى عشان تطفي النار. احلى حاجه ان في البيت عبده بتاع الهوا، ده تخصص كده عشان تحسهم نلاقي حرايق، عجله نايمه، كاوتش بيفاستي بتاع، ده تخصص يعني. بدليل ايه؟ لان هو قال له هات الحاجه اللي معاك عشان تطفي النار. عبده شغال بعده بيطفي بيها النار، واضح ان هو بيعمل ده كتير يعني. الفكره هنا ان عبده مش بروفيشنال ومش واخد باله من شغله كويس. هو فين؟ عبده بيسال هو فين، دي غلطه مخرج عادي بتحصل. جيمس كاميرون بيغلط والناس كلها مفيش مشكله عادي. ان هو هنا قال له ايه هات الحاجه معاك، وهو عبده بيسال هو فين، هو مين. ما يجب ان احنا نغفر للمخرج مخصوص. ليه بقى؟ على السفره. لان هو هنا فضل انه يبقى واقعي على انه يبقى مبتذل. لان بص هو احنا ايه صح، احنا لو بادجت جدا ومعلش لوكيشن نصور فيه، بس تخليك واقعي ما تحورش ولا تمس على المشاهد. قالوش مثلا ايه هناك على الجبل، هناك في الهنجر مثلا، هناك في الخزنه بتاع كده. قالوا لا هناك على السفره عادي واقعيه. المهم ايه بقى الحاجه اللي عبده بيطفي بيها النار؟ علبه تشيكن. انا اعتقد على فكره ان هي ليها مغزى، يعني مثلا زي النعناع مثلا الانتعاش والكده مثلا في اللبانه وارد. عشان كده بقول لكم بجد والله ان هم عباقره فعلا، انا مش بتريق عليهم، هم فعلا عباقره. انا ما استبعدش ان في شركه عامله الموضوع ده تحت الارض عشان يجو فايرال على النت ويبقى اعلان، لان دي قريبه جدا من دماغ هيثم ابو سمره. هو واحد من عباقره الاعلانات اللي عملوا الحمله بتاعت شيكريتس والكلام ده كله، فانا ما استبعدش. المهم استكمالا لان عبده مش شايف شغل كويس، راح رمى ايه علبه اللبان لايه لعمر. خد يا عمر. عمر يعني حاول يطفي النار باللبانه بس للاسف ما ينفعش. ليه بقى؟ دي العده بتاعت عبده، وعبده تكاسل ان هو يروح يشغلها. يا عبدو تعالى شغل عشان مش قادر تشتغل. انا جاي. شوف بقى الوطيانه بتاعت عبده، هو واقف اصلا جنب السفره عادي، مش كفايه ان هو ما شافش العده بتاعته في الاول، لا هو تكاسل ان هو يعدي الصاله عشان يروح يشغل العده. انا اعتقد برضو ان هنا في مغزى للحدث. يعني ايه؟ لانه في كتابه السيناريو مثلا انت بتحط مشكله وبعد كده بتحط مشكله ثانيه، بتحط مشكله اعقد لغايه ما توصل تقريبا للصفحه 70 عشان تبتدي ايه توصل لبدايه الحل بتاعت الفيلم. دايما في اي فيلم كده. فالولاد دول عباقره فعلا انه يعمل زياده في المشكله حتى لو كانت ان عبده مكسل يعدي الصاله عادي. دي بوادر السيناريست ومخرج عبقري فعلا. المهم الحمد لله عبده عدى الصاله وبرك كده على الارض عشان يعمل حح كده عشان يشغل النار. كتير هتفتكر ان انا بتريق، بس الولاد دول فعلا عباقره محتاجين حد يحتويهم من دلوقتي. حتى الشطات اللي هم واخدينها الكلوز والميديوم وانه سايب مساحه انه يعمل افتر فيكس ويحط النار والكلام ده كله، يزود في التشويق بان هو يخلي عبده مش عارف يعدي الصاله والكلام ده كله، لحد اتبناهم ورعاهم 10 سنين مثلا من دلوقتي. فعلا الناس دول هيبقوا من اقوى صناع الافلام في مصر. يا ريت لو حد يعرفهم فعلا يدلنا عليهم، انا استضيفهم معايا هنا. وانا اعرف ناس كتير عباقره بيعرفوا يشوفوا المستقبل في المواهب اللي زي دي، وهيتبنوهم ان شاء الله وهيطلعوهم حاجه عبقريه. انا بحييهم مره ثانيه.